في ليلة باردة من ليالي الشتاء، كانت مدينة الأحلام تتلألأ بأضواء الكريسماس التي تزين الشوارع. كل نافذة في المدينة كانت تضيء بالشموع، والثلج الناعم يتساقط بهدوء ليغطي الأرض كغطاء أبيض نقي. في وسط المدينة، كانت شجرة الكريسماس العملاقة تقف شامخة، مزينة بآلاف الأضواء والزينة الذهبية والفضية، وحولها الأطفال يركضون ويضحكون ببراءة. في القصر الكبير الذي يشبه قصور الحكايات الخيالية، كانت الأميرة إيميليا تستعد للاحتفال. كانت ترتدي فستاناً أبيض كبيراً ومنفوشاً، يشع باللمعان وكأن النجوم قد نسجت منه. بجانبها الأمير كريستوف، طويل القامة ووسيم، يرتدي بدلة سوداء مزينة بلمسات ذهبية. كان الحفل الكبير يجري داخل القصر، حيث تجمع سكان المدينة للاحتفال مع الأميرين. انظر إلى هؤلاء الأطفال يا كريستوف، قالت إيميليا وهي تنظر من نافذة القصر، كم هم سعداء بأجواء الكريسماس. ابتسم كريستوف وأجاب: السعادة لا تكتمل إلا بوجود شيء خاص هذه الليلة. سمعت أن بابا نويل سيزور المدينة بنفسه. بينما كانت الموسيقى تملأ القصر، سمع فجأة صوت أجراس قادم من السماء. هرع الجميع إلى الخارج، ونظروا للأعلى. كان المشهد ساحراً. بابا نويل قادم بعربته الطائرة التي تجرها 8 غزلان سحرية. الأطفال كانوا يقفزون من الفرح، يصرخون: بابا نويل! إنه بابا نويل! هبطت العربة بهدوء في ساحة القصر، حيث كان الجميع ينتظرون. نزل بابا نويل ببدلته الحمراء الزاهية، ولحيته البيضاء الطويلة تهتز مع الريح. قال بصوته العميق والمرح: عيد ميلاد سعيد للجميع. من مستعد للحصول على هديته؟ بدأ بابا نويل يوزع الهدايا، وكل طفل كان يحصل على لعبته المفضلة. أحد الأطفال، يدعى توماس، اقترب بخجل وقال: بابا نويل، حلمي هو أن أرى عربة الغزلان عن قرب. ابتسم بابا نويل وقال: تعال أيها الشجاع، سأريك العربة وأعرفك على غزلاني السحرية. قاد توماس إلى العربة، حيث لمس الغزلان بلطف. كل غزال كان يرتدي جرساً ذهبياً، وكانت عيونهم تشع بالذكاء والسحر. قال بابا نويل: هؤلاء الغزلان هم أصدقائي المخلصون. كل عام يساعدونني في إسعاد الأطفال حول العالم. فجأة، حدث شيء غير متوقع. انطفأت بعض الأضواء في المدينة، وبدأت الرياح تشتد. قال بابا نويل بقلق: يبدو أن هناك عاصفة قادمة. علينا أن ننشر الهدايا بسرعة قبل أن تغطي الثلوج كل شيء. اقترحت الأميرة إيميليا: دعنا نساعدك يا بابا نويل. يمكننا تقسيم المهمة، أنا والأمير سنرافقك. صعدت الأميرة والأمير إلى العربة مع بابا نويل. حلقوا فوق المدينة، وكان المنظر من الأعلى مذهلاً. أضواء المدينة تبدو كأنها بحر من النجوم، والأطفال كانوا يلوحون لهم من النوافذ. توقفوا في كل حي لتوزيع الهدايا بسرعة. بينما كانوا في السماء، اشتدت العاصفة فجأة. الرياح القوية كادت أن تسقط العربة، والغزلان كانت تكافح لتبقى في مسارها. صاح بابا نويل: تمسكوا جيداً. علينا أن نثق بغزلاننا السحرية. الأميرة، رغم خوفها، أمسكت بيد الأمير وقالت: سننجو، كريستوف. أنا أثق بك وببابا نويل. الغزلان طارت بأقصى قوتها، واخترقت العاصفة بصعوبة. عندما هدأت الرياح، وجدوا أنفسهم فوق غابة بيضاء مغطاة بالثلوج. قال بابا نويل: هذه الغابة هي آخر محطة لنا. هناك بعض الأطفال يعيشون في منزل صغير هنا، ينتظرون هداياهم. هبطوا أمام منزل صغير في الغابة، حيث خرج 3 أطفال صغار يرتدون ملابس بسيطة.
كانت وجوههم تشع بالفرح عندما رأوا بابا نويل. أعطاهم الهدايا، وقال لهم: الكريسماس ليس فقط عن الهدايا، بل عن الحب والمشاركة.